ناس كتير سواء في تعليقات او بيبعتوا لي رسائل بيطلبوا سيناريوهات لافلام مهمه علشان يقروها ويتعلموا منها. وانا الحقيقه ما عنديش عدد كبير من السيناريوهات، فالكام سيناريو اللي عندي لما حد بيطلب مني ببعت له المتاح، لغايه ما لقيت كنز حقيقي. صديق وزميل لينا هو شريف هاني، هو معانا في ورشه ازمه ورق، وشاب لطيف جدا وانا بعتبره ابني. عامل مكتبه على تليجرام مليانه سيناريوهات، والحقيقة أنا مستغرب هو بيوصل للسيناريوهات دي كلها إزاي، وأغلبها إن لم يكن كلها يعني أفلام ومسلسلات مهمة. وكانت المفاجأة إن هو مش بس بيجيب سيناريوهات أفلام، ده بيجيب سيناريوهات مسلسلات، وأنا الحقيقة ده أدهشني جدا يعني. المهم شريف عامل القناة دي على تليجرام، وحاطط عليها بي دي إفات لسيناريوهات لأفلام ومسلسلات وكتب عن تعليم السيناريو. وكل فترة بيحدث، يعني هو قال لي ان هو كل ما بيوصل لسيناريو جديد بيدخل يحمله على نفس القناة. فاحنا عايزين بعد ما تشوفوا الفيديو ده هسيب لكم لينك القناة بتاعته في وصف الفيديو، اعملوا بقى هجوم على القناة بتاعته وانضموا كلكم ليها علشان تفتح لكم السيناريوهات للقراءة والتحميل. وقبل ما انهي الفيديو عايز اقول لكم انه قد ايه خطوة قراية السيناريوهات دي مهمة جدا يا جماعة. انا افتكر زمان جدا وانا صغير كانت اول علامه تنور في دماغي ان انا يعني اعرف يعني ايه سيناريو، وان انا ممكن احاول اعمل حاجات بدائيه كده طفوليه. كان سيناريو انا قريته وانا فاكره كويس جدا، كان سيناريو فيلم البوسطجي اللي عمله شكري سرحان وسعاد حسني وصلاح منصور زمان، وكان من اخراج صلاح ابو سيف الله يرحمه. فيلم عظيم جدا. عايز اقول لكم انه اول علامة تتساب في ذهني لكتابة السيناريو كانت السيناريو ده. وكنت ببقى مستمتع جدا لما أمسك الكتاب وأقرأ وصف المشهد والحوار اللي بيدور بين الأبطال وأنا بتفرج على الفيلم، فألاقي البطل بيقول الجملة اللي قدامي في الكتاب. كانت بالنسبة لي حاجة عظيمة جدا. فأنا يعني بعتبر دي هديتي ليكم في العيد، علشان أنا بأثر معاكم كتير، لكن كل فترة ببقى حريص إن أنا اقعد يوم كده افضي نفسي واقعد اصور مجموعه فيديوهات وانزلها لكم على ايام او على فتره، علشان القناه تفضل موجوده وتفضلوا بتلاقوا مني كل فتره انتاج جديد. لكن عايز اوضح لكم حاجه، انا تقريبا يعلم الله قلت كل اللي